لما كان طفل صغير أبوه ترك البيت وفات، يعني لم يرى أباه منذ أن كان طفلا صغيرا. مغني الراب الأمريكي مارشال بروس، والمعروف بإمينيم، المعروف الذي لا يعرف، مواليد 17 أكتوبر سنة 1972. والدته كانت ما بتقدر تستمر في مكان واحد لأكثر من شهور، لأنه كانت بتنتقل من مكان لمكان عشان تقدر توفر أبسط الاحتياجات لابنها. إمينيم قال لما كان طفل صغير كان بيتنقل في السنة الواحدة حكاية بتاعت مرتين لثلاث مرات. حتقول لي إنه والدة إمينيم كانت امرأة عظيمة في المجتمع، لا مكانة، واو كيوت، حركات بتاع نو واي نجا. امينيم قال انه والدته كانت قاسية جدا، كانت بتتعاطى الحركات ديك، فاهم كيف؟ يا امينيم يا اخي، رغم الظروف اللي امك مرت بيها وربتك بيها يا اخي كذب، دي امك يا اخي، على الاقل هي ما هربت زي ابوك وفاتت خلتك. عشان كده شفتوا الامريكان ديل يا جماعه ما فيهم خير، يعني الواحد لامه ما عايز يسترها يا اخي، دي شنو المجتمع ده؟ طبعا في الاغاني بتاعته قاعد يقول كانت والدتي تشرب الخمور والحركات